الأخوة والأخوات، شباب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، تحية لكم جميعا وشاكرا مشاعركم الطيبة وشاكرا مواقفكم النبيلة الذي وقفتموها خلال العام المنصرم في مواجهة الصلف والإرهاب مع قوى التخلف والقوى الرجعية المتخلفة الذي لديها أجندة خارجية، على الرغم من أنهم في بلد الديمقراطية، بلد الإيمان، يمن الإيمان والحكمة، ويدعون أن هناك نظام دكتاتوري أو نظام تسلطي أو نظام وراثي، وهذا غير صحيح، وهذا زيف للحقائق. 45 مقعد ما يسمى بحزب الإصلاح، و7 مقاعد مع ما يسمى بالاشتراكي، ومن 3 إلى 4 مع الناصريين، و3 إلى 4 مع المستقلين. أي حكم دكتاتوري، أي حكم تسلطي، ولكنهم قوى متخلفة تماما، جنوا على اليمن واليمنيين، قطعوا الطرقات وأخافوا السبيل وطردوا المواطنين من مساكنهم، واحتلوا مؤسسات الدولة ونهبوها، مثل وزارة التجارة ووكالة سبائل الأنباء وأراضي وعقارة الدولة والشركة اليمنية للطيران ووزارة الإدارة المحلية ومؤسسة المياه ومجلس الشورى. أي ثورة يتحدثون عنها؟ ثورة البلاطجة، ثورة التخلف. أما الثورة الحقيقية هي ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة و22 من مايو الذي ترعرعتم عليه في كنفها، في كنف سبتمبر وأكتوبر و22 من مايو، والذي علمتكم وربتكم وخلتكم تحبوا هذا الوطن وحبيتوا الوطن مثل ما حبكم الوطن. لن تكونوا تجار شنطة، لن تكونوا تجار شنطة متسولين من مكان إلى آخر للبحث عن المال الحرام، للبحث عن المال الحرام الذي أزهق أرواح اليمنيين في الشوارع. كان من المستحسن ومن الأفضل لك يا صاحب المال أن توفي بالتزاماتك في مؤتمر لندن في 2006 وتولد طاقة كهربائية بال500 مليون ألا تدفعها لإزهاق أرواح المواطنين الأطفال والنساء وقواتنا المسلحة والأمن. صمت شعبنا وانتصر وأفشل المؤامرة، صمت شعبنا وأفشل المؤامرة، ومش لأول مرة ولكن لعدة محطات. يفشل كل المؤامرات منذ 50 سنة. أنتم الخاسرين والشعب اليمني هو المنتصر. انتصر في 21 فبراير بانتخاب الأخ عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية، رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، حبا في الوطن وخروجا من الأزمة الخانقة والطاحنة، حبا في الاستقرار، إفشالا للمؤامرة، فأفشل المؤامرة.
حيا صمود شعبنا في كل مكان، في كل قرية وفي كل حدب وصوب. هو شعب الصمود، شعب الصمود والتحدي. فلتخرس ألسنتكم أعداء اليمن، فلتخرس ألسنتكم أعداء اليمن. اليمن سيظل قائم، الذي يبلغ تعداده 25 مليون. كم أنتم أيها الصغار تتحدون هذا الشعب العظيم؟ الصغير سيظل صغيرا، لن يكبر، صغير صغير. كفى تطاول على الشعب اليمني. أنا وجهت معهد الميثاق أن يرتب ندوة خلال الأسابيع القادمة لكشف الأوراق، أوراق الربيع العربي. الربيع العربي في الوطن العربي بشكل عام واليمن بشكل خاص. وسنكشف الأوراق على المكشوف ونبين الحقائق ونشوف من هم حماة الثورة ومن هم قادتها من سبتمبر إلى اليوم، ومن الذي هربوا إلى الأمام ناجين بجلودهم من رموز الفساد، فاسدين ومفسدين، هربوا بجلودهم، خونة وعملاء للدولار وللريال. من الآن سنكشف الأمور، الأوراق على المكشوف وفوق الطاولة، ونتحداهم وسنتحداهم إذا لم ينصاعوا إلى الشرعية الدستورية ويلتفوا حول القيادة الجديدة، فسيبقوا في محلاتهم كما كانوا على من قبل سنة. لن يفلحوا ولن يخرجوا، وشعبنا لهم بالمرصاد. أما القوات المسلحة والأمن فهي محايدة، فهي تتبع الشرعية الدستورية، تتبع رئيس الجمهورية. ولكن شعبنا هو الجيش العظيم. شعبنا سيكون لهم موجود في كل المؤسسات وفي كل المصالح الحكومية. أكرر لكم من هنا، من جامع الصالح إلى كل المواطنين الشرفاء وإلى كل أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني، إننا سنظل جنودا معكم في الشارع في كل مكان. لن نأتي إلى السلطة بالوراثة ولا بالتقادم، ولكن أتينا إلى السلطة من برلمان، وخرجنا من السلطة من المؤسسات الدستورية والشعبية. اتجه 5 ملايين مواطن حبا في الأمن والاستقرار. تحية للصامتين والصامدات في كل مكان. وخلال الأسابيع القادمة ستكون عندنا ندوات بعنوان تساقط الأوراق الربيع العربي، وسنكشفها وعلى المكشوف وبالدلائل والأدلة، ونخرس ألسنة البلاطجة، بلاطجة الفساد، بلاطجة الفساد والمفسدين، بلاطجة الفساد والمفسدين في كل مكان. وسيكون لهم شعبنا بالمرصاد. مرة أخرى أحييكم وأشكركم على مشاعركم النبيلة والطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.